أوراق شمعون المصري للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشادي. تتحدث الرواية عن شمعون المصري، وهو شاب من أب يهودي وأم مصرية، يخرج مع النبي موسى وقومه في رحلتهم من مصر إلى الأرض المقدسة وهروبهم من بطش فرعون. شمعون المصري في رحلته هذه يسجل كل ما مر به من أحداث في أوراق ليتركها لأبنائه من بعده. يروي شمعون تجربته الخاصة وأحداث التيه في صحراء سيناء ومدى معاناة قومه بني إسرائيل خلال هذه الرحلة التي دامت أكثر من 40 سنة. في الرواية يحاول شمعون المصري تفسير الأحداث التي وقعت لقومه، تقديم تفسير لأسباب تمرد بني إسرائيل وعصيانهم لأوامر النبي موسى. كتاب رائع في الأسلوب واللغة، لا يتعرض فيه الكاتب للعقيدة اليهودية بقدر ما يتعمق في سرد وقائع حياة السكان في الشرق من مصر إلى فلسطين وسوريا وشبه الجزيرة العربية التي نكاد لا نعرف عنها شيئا في ذلك الوقت. وحاول الكاتب تقديم فكرة عن حياة سكانها وعاداتهم ومعتقداتهم. استطاع شمعون المصري أن يشدنا إلى أوراقه بأسلوبه البسيط والشيق، ويأخذنا معه في رحلته التي لا تخلو من المشاعر والحب من الحيرة والشك. وكما يقول: صمت الجميع وعم السكون وهدأت الريح، وشعرت كأن كل ما في الكون قد توقف ليشهد تلك اللحظة التي تتجلى فيها الحقيقة الأبدية، حقيقة أن أصعب ما في حياة البشر هي حرية الاختيار. وأنا أقول: اختاروا هذه الرواية قراءة